السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اليوم هنعمل أصابع جلاش بحشو التمر. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل مقادير. في الأول كده هنعمل الشربات أو السيرب. هنحتاج كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، هنرفعهم على النار لمدة 5 دقايق. بعدها هضيف ذرة من الفانيليا، وهضيف عصير ليمونة أو ذرة من ملح الليمون. اسيب المحلول كمان 5 دقايق وبعدين ارفعه من على النار يبرد. تعالوا بقى نحضر الحشو اللي هنحشي بيه اصابع الجلاش. معايا هنا تمر طبعا. شلت منه كل النوى اللي فيه. هنزل بقى بمعلقتين زبدة كده سايحة ومعلقة قرفة، لو مش حابة القرفة خلاص استبعديها. هعجنه بقى كده مع بعضه، الزبدة مع البلح مع القرفة. هجيب عندي كده اي مكسرات عندك، انا كان عندي فول سوداني فجبته كده وهجرشه كده جرش، يعني مش عايزاه ناعم قوي لان انا عايزه تكون الحبايه فيه كده قويه وزهره في الحشو. بعد ما جرشت بقى الفول السوداني هنزل بيه كده على البلح او على التمر، وهعجنه بقى كده مع بعضه عشان يندمج مع بعضه. معلقة القرفة مع معلقتين الزبدة مع التمر المخري من النوى مع الفول السوداني، ولو عندك اي مكسرات تانية تحبي تنزلي بيها انزلي بيها. الحشو ده بتاعك انت، بجد الحشو ده اختراع اختراع، المفروض الوصفة دي تطلع ترند، بجد روعة. يعني لا هحشيه بقى كنافة ولا هحشيه كالمعتاد اللي الناس كلها بتعمله، لا انا النهاردة هعمل كده حاجة مختلفة ودايما بعملها بس ولا مرة صورتها. معايا بقى لفة جلاش كده كبيرة، هتاخدي منها بقى ورقتين كده، ورقتين بورقتين، وتغطي عليهم كده بفوطة علشان الجلاش عايزينه يفضل معاكي طري ومتماسك وما ينشفش منك. تمام كده، صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. طبعا أي صينية معاكي بقى ألمونيوم، إتيفال، أي صينية معاكي بتدخل الفرن هجيبها كده وادهنها دهنة كده من السمنة. طبعا اللي معايا كده خليط ميكس مع بعضه، سمنة بلدي على زبدة متسيحة على سمنة نباتي، اللي تحبيه اعمليه بس بلاش زيت عشان ما ينشفوش قوي معاكي. طبعا كده انا باخد الورقه كده بمقاس الصينيه، هاخد ورقتين كده على بعض وابتدي ادهن الجلاش كده بالسمنه. تمام كده، يعني احط ماده دهنيه كده وما تكتريش برضو عشان ما يبقاش دسم معاكي قوي. هبتدي كده اخد الربع اللي بره اتنيه لقدام، وهبتدي احط الحشو بتاعتي. عايزه بقى تكتري تقللي دي بتاعتك انتي. تمام كده. طبعا كده الوصفة دي خطيرة، لو جربتيها هتدعيلي بجد، لان وصفة تحفة تحفة في منتهى الجمال. غير الطعم بقى بيوديكي في حتة تانية، ومعلقتين الزبدة اللي اتحطوا ده بيخلي الحشو طعمه خطير. ولازم يكون الفول السوداني معاكي يكون ما يكونش طري معاكي، وكوني منشفيه على البوتاجاز وعطياله كده يعني ايه تحميصة حلو. هنا بقى هجيب ورقتين تانيين هدهنهم زي ما عملت مع الاولانية، هدهنهم كده مادة دهنية وابتدي اجيب الربع اللي بره على اللي جوه. عفوا. هبتدي برضو احط حشو كده اللي هو حشو التمر اللي معايا، وهبتدي كده اجيبه، يعني ما تخليهوش لبره، ما تطلعيش الحشو لبره عشان ما تلفي كده رول ما يطلعش الحشو معاكي. تمام كده. هبتدي بقى ارول كده الورقتين الجلاش بالحشو اللي فيهم، هتلفيه رول كده. تمام، وتضغطي كده، الحشو اصلا متماسك من جوه بيخلي معاك الجلاشة تمسك معاكي. وهتحطي في الصينية وهتعملي بقى كده الكمية كلها زي ما موضح قدام حضرتك. تدهني ورقتين كده من الجلاش، وتبتدي تجيب الربع اللي بره على الربع اللي جوه، وتحطي الحشو بتاعك وتروليه وتحطيه في الصينيه. بجد وصفه اختراع، يعني انا عملتها مره كده والله ما شفتها على حد عاملها ولا شفت حد عاملها، بس انا كان عندي تمر فقلت اعمل بيه ايه، فعملتها مره وكانت حلوه بجد، ومن يومها وانا على طول بعتمدها، وقلت اصورها معاكم وما احرمش حبايبي من الاختراع الجميل ده. بجد تحفة تحفة تحفة. كده دي اخر واحدة هعملها معاكم، هخلص الكمية كلها بقى وارجع لكم تاني. عملت معاكم كده 3 علشان اوريكم الطريقة ازاي، بجد سهلة، وصفة سهلة في منتهى السهولة.
هجيب بقى كده باقي المادة الدهنية اللي معايا، خلط السمن اللي معايا، وابتدي كده امسك الجلاش كله ادهنه كده كله واغلغله كده بالسمنة. لو انت مش حابة تدهني وحاطة انك انت تحطيه كده مرة واحدة فوقه، وبعد ما يطلع من الفرن تتخلصي من الزيادة او السمنة اللي باقية براحتك. انا كده بس هدهنه كده واخلصه كده كله، ادهنه كده ما اسيبش ولا واحده من غير ما ادهنها. هبتدي بقى اشكل كده الصباع واقطعه كده. يعني انت بقى التقطيع بتاعك عايزاه بقى سمبوسات صغيره، عايزاه صباعات كبيره، براحتك انت. انا كده هعمل الصينيه على 3 عشان الصباع كده يبقى مالي كيانه كده وحلو. اللي يمسك صباع كده ياكله ما يبصش لصباع تاني. بس بجد اللي هيدوقه مش هيبطل يعمله. بجد اختراع اختراع. طبعا احنا عملنا المحلول حطيناه على البوتاجاز، بعد ما خلص سيبناه بقى كده يهدى عشان يبقى بارد. ملحوظة بقى لاختي، احرصي كده السمنة اللي انت بتستخدميها تكون طعمها حلو علشان هتفرق معاكي في الطعم. كده انا خلصت كده الصينية، هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وطلعت بالجمال ده، التصوير ظالمها. طبعا السيرب او المحلول بتاعي كان برد، هنزل بقى واسقيه وما تكتريش، يعني يا دوبك انت كده يعني تسقسقي له كده، ما تكتريش راعي اللي هو محشي تمر عشان ما يبقاش مسكر وقوي معاكي قوي في السكارة. شايفين؟ بجد الصباع كده متماسك وتحفة تحفة تحفة. وصفة يعني مش عارفة اقولك ايه من جمالها. احنا كنت في الوقت ده بصور وانا صايمة، فمش عارفة ادقهولك بصراحة، فبجد اختراع. اتمنى بقى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.